5 توابل بتساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. الزعتر من التوابل المهمة في تقوية الذاكرة والتركيز عشان الزعتر مليان بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين B6 وفيتامين C، ويعتبر في الزعتر معادن مهمة للمخ والجسم زي الكالسيوم والحديد والمنجنيز. وكمان عايزة أقول لكم إن الزعتر فيه زيوت طيارة بتزود من نسبة أوميجا 3 في الجسم، وده مهم في الحفاظ على صحة المخ مع التقدم في السن. وهقول لكم على معلومة سريعة عن فوائد الزعتر. يعتبر الزعتر من التوابل اللي بتساعد في حماية القلب من الأمراض، وبيقلل الضغط العالي، ومفيد في الوقاية من فقر الدم. وكمان الزعتر مهم في الحفاظ على صحة العين وتقليل أمراض العيون. ويعتبر الزعتر مهم في الحفاظ على صحة العظام ويساعد في تقوية العظام. وكمان الزعتر مهم في التخلص من القلق والتوتر عشان الزعتر ليه تأثير قوي على بعض الناقلات العصبية اللي في المخ المرتبطة بهرمونات التوتر والقلق. وممكن نشرب الزعتر مع كوباية مية مغلية ونضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الزعتر، أو ممكن نضيف الزعتر على الوجبات الرئيسية أو نضيفه على طبق السلطة. وبلاش نشرب كمية كبيرة من الزعتر في اليوم عشان بيعمل آثار جانبية زي ألم في المعدة وحموضة في المعدة والإسهال وتهيج الجهاز الهضمي. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الزعتر، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. الكمون من التوابل اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز عشان الكمون بيحفز الجهاز العصبي المركزي فيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. ويعتبر الكمون مليان بالفيتامينات المهمة للمخ والجسم زي فيتامين B1 وفيتامين B6. والكمون فيه معادن كتير مهمة زي الفسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك. وبكده الكمون بيحسن عمل الجهاز العصبي فيساعد على تقوية الذاكرة والتركيز. وكمان هقول لكم من فوائد الكمون إن فيه مضادات أكسدة مهمة للمخ والجسم. ويعتبر الكمون مهم في علاج الإسهال وليه تأثير مضاد للالتهابات ومطهر من أي ألم في الجسم. ويعتبر الكمون مهم في تقليل الوزن وتحسين الصحة في الجسم وتقوية المناعة. وانصحكم بشرب الكمون بكمية مناسبة في اليوم، ويكون ربع معلقة صغيرة من الكمون مع كوباية مية مغلية. وممكن نضيف الكمون على الوجبات الرئيسية أو نضيف الكمون على السلطة. بلاش نستهلك الكمون كتير عشان بيعمل آثار جانبية زي هبوط حاد في مستويات السكر في الدم وارتجاع المريء وصعوبة في التنفس والتهاب الجلد وطفح جلدي. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الكمون، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. الزعفران من التوابل المهمة للمخ والجسم عشان الزعفران مليان بالفيتامينات زي فيتامين A وفيتامين C وحمض الفوليك. ويعتبر الزعفران مصدر مهم للمعادن زي المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والنحاس والزنك والحديد والمنجنيز. ويعتبر عنصر البوتاسيوم اللي موجود في الزعفران مهم في التحكم في ضغط الدم، فيسهل حركة الدم للمخ ويساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. وهقول لكم على معلومة سريعة عن فوائد الزعفران، إنه بيساعد في تغذية خلايا الجسم ويسهل نقل الأكسجين في الجسم ويساعد في تقوية عمل الأعصاب وينظم السكر في الدم. وانصحكم باستعمال الزعفران بنسبة قليلة على الوجبات الرئيسية، وبيكون أقل من ربع معلقة صغيرة في اليوم عشان أكتر من كده بيسبب آثار جانبية زي القلق والتوتر والدوخة والصداع وجفاف الفم والإسهال وتقليل ضغط الدم. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الزعفران، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. الكركم يعتبر من التوابل المهمة لتقوية الذاكرة والتركيز عشان الكركم فيه فيتامينات مهمة زي فيتامين B وفيتامين C وفيتامين E وفيتامين K. وكمان الكركم مليان بالعناصر المهمة للمخ والجسم زي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم. ويعتبر الكركم فيه مركب اسمه الكركمين اللي ليه تأثيرات مضادة للأكسدة والالتهابات. والمركب ده مهم في تقوية المخ وتحسين عمل المخ فيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. ومن فوائد الكركم إنه بيساعد في عملية الهضم وبيمنع نمو البكتيريا في الأمعاء فيساعد في علاج مشاكل الهضم. وكمان الكركم مهم في تقليل الكوليسترول في الدم وبيساعد في تحسين الدورة الدموية بالجسم والتخلص من الدهون.
وأنصحكم نضيف نص معلقة صغيرة من الكركم على الوجبات الرئيسية أو نضيفه على كوباية لبن دافية، عشان استعمال الكركم كتير بيعمل آثار جانبية زي عسر الهضم وارتجاع المريء والانتفاخ والإسهال وأمراض في الكلى والكبد. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد الكركم، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز. جوزة الطيب من التوابل اللي بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز، عشان جوزة الطيب مليانة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة المهمة في تقوية المناعة وتقوية الذاكرة والتركيز. وتعتبر جوزة الطيب فيها عناصر مهمة زي البوتاسيوم والكالسيوم والنحاس والمنجنيز، فتساعد في زيادة نشاط المخ وتحسين عمل المخ وتقوية الذاكرة والتركيز. وانصحكم باستعمال جوزة الطيب بنسبة قليلة، بتكون ربع معلقة صغيرة على الوجبات الرئيسية أو نضيفه على السلطة، وبلاش أكتر من كده عشان ليه آثار جانبية على الجسم. وبكده نبقى عرفنا مع بعض فوائد جوزة الطيب، وأهمها إنه بيساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله. ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للحلقة مع أصحابكم عشان يستفادوا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وبكده نبقى عرفنا مع بعض في الحلقة 5 توابل بتساعد في تقوية الذاكرة والتركيز بإذن الله.